السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا. صوت كذا واضح. أولا أنا سعيد أني أكون معكم. في الأول حاب أشكر مستضيفنا أبو محمد الأخ العزيز الدكتور عبد الرؤوف، كما أشكر اللجنة الثقافية وجمعية عطاء لإتاحة الفرصة لي للمرة الثانية أني أتحدث معكم. زي ما طلعتوا الأخوة الزملاء كلهم حيتكلموا على الأمراض وتشخيصاتها. أنا هنا حتكلم على علاج قد يكون أشهر أنواع العلاجات اللي هو المضادات الحيوية، وأنا متأكد أن جميع الحضور الآن هنا أكيد أخذ على الأقل مرة في حياته كورس من المضادات الحيوية. أولا، ما هو المضاد الحيوي؟ المضاد الحيوي بكل بساطة هو علاج لالتهابات العدوى البكتيرية. المضادات الحيوية لها أشكال مختلفة، ممكن تكون عن طريق شراب، كبسولات، إبر، مراهم أو حتى قطرات. يعطى المضاد الحيوي عن طريق وصفة طبية، الجرعة تحددها، نوع البكتيريا، مكان العدوى، الفئة العمرية، وزن الطفل، فله أنواع وفئات مختلفة. وزي ما قلت هو يعالج العدوى البكتيرية. العدوى لها عدة أنواع، ممكن تكون عدوى بكتيرية، عدوى فيروسية، عدوى بسبب طفيليات أو حتى فطريات. نسمع كثير بكتيريا وفيروسات، وإيش الفرق بينها؟ بكل بساطة الفيروسات هي عبارة عن فقط بروتين وأصغر حجما. البكتيريا عبارة عن خلية أحادي نواة أكبر حجما. الفيروسات لا تتكاثر وتنمو إلا داخل خلايا، بعكس البكتيريا تستطيع أن تنمو وتتكاثر بمفردها. أغلب الفيروسات مسبب للأمراض، بينما أغلب البكتيريا لا يسبب أمراض. 1% فقط من البكتيريا يسبب أمراض، بل بالعكس في بعض البكتيريا النافعة داخل جسم الإنسان. قبل 100 سنة كانت العدوى البكتيرية تسبب أمراض قد تصل إلى الوفاة لا سمح الله. حتى تم اكتشاف أول مضاد حيوي اللي هو البنسلين عن طريق العالم الاسكتلندي ألكسندر فيلمينغ عام 1928. بعدها أصبح الإنسان يستطيع أن يتعالج من العدوى البكتيرية بواسطة المضادات الحيوية. لكن للأسف في السنوات الأخيرة بدأت تظهر سلالات من البكتيريا زي ما تفضل الدكتور عبد المنعم مقاومة للمضادات الحيوية بسبب سوء استخدامنا وفرط استخدامنا للمضادات الحيوية. أنا هنا حتكلم على 4 أخطاء شائعة، أكيد أنه الجميع قد سمع عنها وقرأ عنها، لكن للحقيقة أثناء عملنا اليومي ما زالت الأخطاء هذه متكررة للأسف، وخصوصا أنا هنا أخص فئة الأطفال بحكم التخصص. أول خطأ هو استخدام المضادات الحيوية لالتهابات الحلق والجهاز التنفسي العلوي والتهابات النزلات المعوية. هذه الالتهابات يا أخواني أكثر من 80% بسببها فيروسي وليس بكتيري. وزي ما قلت في الأول المضادات هي العلاج العدوى البكتيرية. للأسف يعني ما زال مصرين، وفي بعض الأهالي يطلبوا ويصروا في العيادة، يصروا يقول لا إلا نبغى مضاد، أنا والله قبل ما جربته إلا قبل ابني ما تحسن إلا عن طريق المضاد، أبغى إلا مضاد. وللأسف بعض الأطباء يمكن خصوصا أنا أقولها في القطاع الخاص ممكن يرضخوا لطلباتهم ويصرفوا لهم مضادات حيوية. فيليت الجميع يكون حريص في الموضوع هذا، ويتأكد أنه فعلا طفله يحتاج مضاد حيوي. الخطأ الثاني أنه بعد ما يصرف له علاج ويحس أنه يشعر بتحسن بعد 2-3 يوقف العلاج. هذا خطأ شائع كثير، اعتقادا منه أنه تشافى تماما. هو صحيح الأعراض توقفت، لكن العدوى ما زالت موجودة داخل الجسم، فلا بد من تكملة الفترة العلاجية حسب الإشراف الطبي. الخطأ الثالث اللي هو الاحتفاظ بالعلاج المضاد الحيوي بعد انتهاء استخدامه بغرض استخدامه مرة أخرى.
أنا أقول هذا لأنه ما زال الأحد يحتفظ في ثلاجاته قوارير من المضادات الحيوية، رجاء بعد استخدام وانتهاء الفترة تخلص من العلاج، خصوصا الشرابات تفقد فعاليتها تماما. فما يجب الاحتفاظ بأي مضاد حيوي بعد استخدامه. الخطأ الرابع الأخير اللي حابب أتكلم عليه هو أنه كثير يعتقد أن المضادات الحيوية أدوية غير ضارة وليس لها أي مضاعفات. لا، المضادات الحيوية لها مضاعفات ممكن تكون بسيطة إلى حتى قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله. ممكن تؤدي المضاعفات للجهاز الهضمي، قد تؤدي إلى حساسية أو حتى حساسية، صدمة حساسية ممكن تؤدي للحياة. وأنا شفت حالات بسبب المضاد الحيوي حساسية، الطفل اكتسب حساسية من المضاد وللأسف توفى. بعض المضادات الحيوية قد تسبب قصور في وظائف الكلى ووظائف الكبد، فلا بد أنه ما نستخدم المضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبي. ما أدري في وقت معايا والله دكتور؟ طيب، لأني أنا والله ما عندي رسالة ودعوة للجميع. حقيقة لا ما أقدر أفوت الجمع هذا إلا عندي رسالة بسيطة أقدمها للجميع. الرسالة باختصار: أي شخص معرض لأي عرض مرضي، فالأصل هو الذهاب إلى المراكز الصحية. المستشفيات ليست بديل للمراكز الصحية. المستشفيات مكملة للمراكز الصحية. المراكز الصحية الآن صارت مهيئة ولديها إمكانيات للتعامل مع جميع الحالات. الآن المراكز الصحية لديها استشاريين طب الأسرة، الأطباء الأسرة لديهم زمالات ومدربين ولديهم القدرة والإمكانية تشخيص وعلاج أغلب الأمراض. الطبيب الآن في المركز الصحي يستطيع الوصول لكل الخدمات المخبرية داخل المستشفى. فالأصل دائما هو الذهاب إلى المراكز الصحية. طبعا هذا هو النظام الصحي الجديد الموجود. ومدى التزام أي مجتمع بالذهاب أولا للمراكز الصحية هو انعكاس على مدى الوعي الحضاري لأي مجتمع. وأنا متأكد أنه إن شاء الله أنه خليص صراحة والمجتمعات الواعية في الموضوع هذا. هذا الرسالة الأولى بالاختصار. الدعوة الأخيرة: أنا أدعوكم بالمشاركة معنا في المجلس التنفيذي، المجلس الاستشاري لمستشفى خليص في دورته الجديدة عام 2025. المجالس الاستشارية في المستشفيات هو تفعيل لمبادرات المشاركة المجتمعية بين المستشفى ومقدم الخدمات. الآن زميلنا عيسى حيوزع لكم الدعوات، فيها باركود لتعريف وباركود للتسجيل. المجلس الاستشاري هو عبارة عن يتكون من أعضاء من رؤساء الأقسام المستشفى وأعضاء من أهالي المنطقة لمحافظة خليص. الحمد لله يعني كانت المجالسنا سنة 23 و24 كانت هادفة واستفدنا منهم كثير في المجلس. نتشارك الأفكار، نتشارك الاقتراحات، نسمع الاقتراحات، نسمع الشكاوي. يعني حتى مجلسنا السنة اللي فاتت يعني الحمد لله الله وفقنا وكان هو من أفضل، كسب جائزة أفضل مجلس استشاري على مستوى مجتمع مكة المكرمة. في هنا مجموعة منا أعضاء أنا أشكرهم الصراحة على تفاعلهم معنا.